ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى جايبه لكم فيديو مهم جدا. اهم حاجه تدوسوا لايك بقى وشير وسبسكرايب لقناتنا. الفيديو ده حلو قوي، الناس اللي هي بقى راح تعمل عمره او تعمل حج في مكه. السوبر ماركت ده اسمه دنوب. الدنوب ده حلو قوي، يعني السوبر ماركت ده من احسن، زي هايبر كبير كده في السعوديه. هناك فيه كل حاجه، كل اللي انت عايزاه بقى. طبعا انا ضغط كتير بصراحة على السوبر ماركت ان انا اشوف اللي انا عايزاه، ما لقيتش. كان كل السوبر ماركت اللي قريب من الفندق ما فيهوش اللي انا عايزاه. لا، الهايبر ده بقى فيه كل انواع التمور وفيه كل انواع الجبن والخضار حتى الاكل. انا عايزه اقول لكم الاكل نفسه هم عاملينه، وانت بس لو عندك ميكروويف او حاجه بتسخني. بس طبعا الفندق ما فيهوش الكلام ده. وفي ميه زمزم بحوالي 10 ريال. في السوبر ماركت بيبيعوها ب20 ريال. كل انواع الكاندي، كل انواع التمور اسعارهم حلوه بالنسبه للبلد. يعني لو انت رايحه هناك معاكي عمله مصري، ما انصحكيش انك تشتري حاجه من هناك. لانها غاليه طبعا، 4 اضعاف، يعني 13 مره، مش 4 اضعاف، 13 مره. طبعا العمله المصريه بالنسبه للسعوديه، يعني الحاجه هناك غاليه جدا، لانك انت بتغيري بالمصري، وعشان تشتري من السعودي لا كتير. فاما لو بعملة بلدهم، هي الاسعار حلوة جدا. وطبعا الفرز هناك فرز اول، الخضار، الجبن، الحاجات دي كلها حاجة فريش قوي. الخضار من الحاجات الطازة. بس ده اميز سوبر ماركت انا شفته في مكة. في كل حاجة، في انواع اللحوم، انواع المجمدات. فهو يعتبر اميز هايبر انت ممكن هتدخليه في مكة. شوفي الخضار نفسه، غير بقى ان المكان نفسه نظيف منظم. كل حاجة فريش، تحفة بصراحة. معجنات، مخبوزات، العيش، كل حاجة فيها موجودة. حتى الادوات المنزلية، الكوبايات، الاوراق، الحاجات الورقية، كل اللي انتي محتاجاه هتلاقيه في الهايبر ده. اما بعد كده انا ما لقيتش بصراحة في الهايبرات الصغيرة او السوبر ماركت الصغير اللي موجود حوالين الفنادق. حاجات غالية جدا، اسعارها وكمان مش فريش ومش حلوة، واسعارها غالية عن الهايبر. لا، الهايبر ده حلو قوي، ونصيحة اللي رايح طبعا مكة يعمل عمرة، يعني يعتمد المكان ده. انا طبعا ضغط كتير عشان ادور على حاجة كويسة. نصيحة بقى مني ليكم، ما تجيبوش اكل من هناك. الاكل هناك مش حلو خالص، يعني ما عجبنيش نهائي. معرفش ده عيب فيا ولا عيب في المكان. بس هو اغلبية الاكل هناك باكستاني، هندي. ما حتى لقيت سوشي في المكان ده. عاملين الاكل نفسه، عاملينه في علب، وانتي بقى بتاخديه وتسخنيه، والسينابون والحلويات والسناكس والمخبوزات. فبصراحة كل حاجة هتلاقيها في الهايبر ده، حتى اللانشونات، الرنجة، السمك، التونة. طبعا بقى اللي مسافر من مصر يقدر يوفر الحاجات دي وياخدها معاه، مفيش مشكلة. هيبقى احسن طبعا وارخص له، لان هي الحاجة هناك ب10 ريال، ب12 ريال، ب16 ريال. يعني هي بعملة بلدنا غالية جدا يعني. فطبعا كل حاجة بقى موجودة. يعني انتي لو معاكي العملة اللي هي الريال من بلدك، حلوة، وحاجات هناك حلوة، والماتريال حلوة قوي، والخامات كويسة جدا بصراحة. وكل بقى حاجات المطبخ والاكسسوارز كل حاجة، يعني انتي اللي يخطر على بالك هتلاقيه هناك في الهايبر ده. طبعا الجو كان هناك حر جدا، فنصيحة طبعا اللي رايح ما ياخدش هدوم شتوي كتير، لان الجو مكة وجدة حر. فنصيحة ما تاخدوش هدوم معاكم كتيرة قوي، علشان خاطر ما تبقوش انتم محملين شنط اكتر من اللازم. طبعا السناكس بقى بتاعت الحاجات الاطفال والشيبسيات والحاجات دي كلها موجودة. بجد انا حبيت المكان جدا، وحبيت الهايبر لدرجة من كتر المعاملة اللي كانت هناك جميلة جدا. ناس ممتازة، ناس نظيفة، من احسن الهايبرات اللي انا لقيتها في مكة بصراحة. فانا قلت انقل لكم خبرتي، وانقل لكم بقى المكان اللي انا روحته. يا ريت اللي راح بقى المكان يقول لي رأيه ايه في الكومنتات. بجد انا كنت مبسوطة قوي قوي، يعني بجد المكان حلو، ومكة جميلة، وربنا يكتبها يا رب لكل مشتاق. هنا بقى بوريكم ركن الادوات المنزلية خطيرة طبعا. بس انا مش هشتري ادوات منزلية من السعودية، عشان طبعا انتوا عارفين اللي بيشتري الحاجات دي بيتجمرك في المطار.
فانا مش ما اشتريتش اي حاجه، انا كنت بصور لكم بس الحاجه اللي هناك شكلها ايه والماتيريال شكله ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وشير وسبسكرايب، ويا رب يرزق كل مشتاق بزيارة بيت الله الحرام. باي باي.